بداية صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا مباراة من العيار الثقيل بين طرفين أقوى ناديين في الدوري الإنجليزي حاليا، ولكن للأسف السيتي بمر بلحظة ضعف جوارديولا ما احترمهاش من بدايتها، لذلك سببت كوارث له في المرحلة اللي احنا فيها حاليا. محمد صلاح احترم نفسه، احترم تعاقده مع الليفربول، احترم التفاوض مع الليفربول، لذلك لقينا محمد صلاح مستواه بيتطور كل مباراة. مش معنى اني انا بتفاوض مع النادي بتاعي او مع نادي تاني انسى انا دوري ايه في الملعب، لا، انا حافظ دوري ايه في الملعب، والتفاوض دون حاجة تانية. لذلك محمد صلاح اثناء التفاوض مستواه بيتطور مع الليفربول. عمر مرموش انا بشفق عليك حاليا، لو حتى كنت بتلعب مع ريال مدريد او مانشستر سيتي، انا عمر مرموش بشفق عليك. بشفق عليك ليه يا عمر مرموش؟ علشان خاطر الاسطوره محمد صلاح، واللي وصل له محمد صلاح، والمكانه اللي هو فيها محمد صلاح. هل هتيجي معاك مرموش من يوم وليله؟ دي استحاله. عمر مرموش محمد صلاح لما راح الدوري الانجليزي اترفض في تشيلسي، او المدير الفني ساعتها ما كانش عارف مكانة محمد صلاح، لذلك محمد صلاح مشي من تشيلسي على ايطاليا روما، ورجع تاني من خلال بوابة الليفربول. يورجن كلوب عرف امكانيات محمد صلاح، وظفه صح، لاعبه صح، محمد صلاح انجز معاه صح. محمد صلاح الليفربول كانوا ماشيين ند بند مع مانشستر سيتي. مانشستر سيتي كانت بتاخد الدوري، زائد يورجن كلوب كان داهيه كبيره قوي قوي قوي. لذلك يورجن كلوب على فكره حاول يضعف من صلاح، ولكن صلاح محترف، مش هقول اكتر من كده، محترف فعلا، احتراف حقيقي. كل ما يعمل معاه هدر، لا، محمد صلاح كان بيقف على حيله بسرعه منه. لذلك النهارده شفنا محمد صلاح بيبدع في مملكه الليفربول لوحده. يورجن كلوب قال له السلام عليكم، كده انت اللي تستاهل المكانه مش انا، لان محمد صلاح اللي شفناه الموسم دون منه تحديدا مع الليفربول، الناس كلها اجمعت الليفربول محمد صلاح. يبقى عمر مرموش ما تستعجلش، انت النهارده رحت الدوري الانجليزي، في المفروض ان هو اقوى فريق في الدوري الانجليزي مانشستر سيتي، وبتلعب اساسي مش تبديل او مش على الدكه، لا، بتلعب اساسي. ما تستعجلش الفرصه جات لك على فكره من زمان، الفرصه جات لك من زمان، والا مانشستر سيتي ما كانش فكر فيك. يبقى انت النهارده ما تشوفش محمد صلاح بيعمل ايه وتقارن نفسك بيه، لا، ما تقارنش نفسك بمحمد صلاح، لان محمد صلاح تعب كتير، محمد صلاح قعد على الدكه كتير، زي ما قلنا راح تشيلسي ما نفعش في تشيلسي، او المدير الفني ما كانش عارف امكانيات محمد صلاح، راح روما. يورجن كلوب على فكره لعب مباراه صلاح بين تشيلسي ما بين الليفربول، محمد صلاح هو اللي جاب الهدف في الليفربول، بعد كده محمد صلاح مشي من تشيلسي على روما. فاثناء ما هو في روما يورجن كلوب خطه في دماغه، قال لك الولد دون داهيه، اللي يجيب هدف فيا لازم افكر في امكانياته. لذلك راح على طول اتكلم عليه مع روما، اشتراه الليفربول، حقق به الانجازات دي وان كانت عظيمه، ولكن صلاح اعظم، والعظمه لله. مرموش بالنهايه بقول لك موفق مع مانشستر سيتي، والوقفه اللي وقفها معاك محمد صلاح اكيد كان بيكلمك على اللي كان بيحصل له اول ما راح الدوري الانجليزي، وكان قاعد على الدكه كتير وكان مش اساسي، ولكن انت مرموش اساسي في الدوري الانجليزي. يبقى النهارده العقبه مفتوحه قدامك، ولكن ما تستعجلش امتى الانجاز بتاعك يجي في مانشستر سيتي. بالنهايه مبروك لليفربول الفوز على مانشستر سيتي اللي هو حاليا هابط 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 2-0، كانت بمثابه تمرينه. السيتي ما احترمش فتره ضعفه زي ما قلنا من البدايه، حصلت معاه كوارث حاليا. ارتا سلوت على فكره مر بها حاليا مرحله الضعف دي، ولكن ركز وحاول يعمل ايه بقى؟ تكتيك اجيب منه جول. ما دام انا الدنيا واقفه معايا، لا، انا اتكتك ازاي اجيب هدف، ما خليش اللعيبه كده تنحر على الفاضي، لا، ما انت في مرحله ضعف بتمر بيها.
ارثر سلوت اتعامل مع مرحله الضعف من خلال مباراتين، انما جوارديولا مش عارف يرجع لاني باني خططه على لاعب واحد، واللاعب الواحد دون مهاجم للاسف. المهاجم ما تبنيش خطتك عليه، تبني على الاجنحه وعلى خط الوسط، انما على المهاجم ما تبنيش خططك نهائيا. المهاجم وقع خلاص الدنيا كلها وقعت معه. بالنهايه مبروك محمد صلاح، الهدف 25، هداف الدوري الانجليزي على جداره، اسيستات اقوى اسيستات واكثر اسيستات الدوري الانجليزي عن جداره. مبروك ابو صلاح، وعقبال لك يا مرموش، وان شاء الله المصريين هيطلعوا على الدوري الانجليزي كتار، بس يكون هدفهم الاحتراف الحقيقي.